السلام عليكم. المحاضرة رقم 12 في كورس ال HTML. هنكمل في الفورم وهناخد أنواع حقول جديدة لإدخال البيانات، نخلي اليوزر يقدر يدخل بيانات بشكل مختلف عن البيانات اللي خدناها في المحاضرات اللي فاتت. آه، الحاجة اللي هناخدها دلوقتي هي برضو عملية إدخال لبيانات، لكن مش مجرد فيلد صغير زي كده. فممكن نعمل حاجة جميله اسمها التكست اريا. تكست اريا تكست اريا بيديني مربع كبير اكتب فيه، زي مثلا ان انا اعمل ليبل كده. هنقول هنا مثلا كومنت، وهيديني التكست اريا زي ما حضراتكم شايفين اهي. تكست اريا وليها قفله التكست اريا، على عكس بقيه الانبوت اللي خدناها في المحاضرات اللي فاتت ملهاش قفله. تكست اريا ليها قفله. كومنت زي ما حضراتكم شايفين اهو، بيديني مساحه كبيره اكتب فيها. ممكن كمان اكبرها عن طريق ان انا احط حاجه اسمها كولز، اختصار لكلمه كولومز. كولومز يعني اعمده. لو جيت عملت قلت له 10 مثلا، هنلاحظ ان ابتدى الحجم يختلف. طب عملت 20، 30، 35، نلاحظ ان كل ما بنزود في عدد الاعمده، عرض الحقل بيكبر، يعني بياخد عرض الصفحه كلها معايا، او طبعا على حسب عدد الاعمده اللي انا بحطها. كمان ممكن احط روز. روز اللي هي الصفوف. ممكن نعمل 10. نلاحظ شايفين ابتدى يكبر معايا المكان اللي بكتب فيه. 7، 5. فده بيديني الامكانيه ان انا اكتب بيانات كتيره. ده نوع من انواع الحقول اللي ممكن ندخلها لليوزر بحيث ان هو يكتب البيانات فيها. كمان في حقل في الفورم بيعمل وظيفه جميله جدا، اللي هو السلكت. ممكن اقول له كده سلكت اهي، واجي هنا في السلكت ابدا احط له اوبشنز. هنلاحظ ان انا لما عملت سلكت وعملتها فاضيه مديني المكان اللي هو، تعالوا نكبر كده شويه اهو، مديني اللي هي المربع ده اللي هو السهم ده. طب السهم ده بيعمل ايه؟ هنشوف حالا دلوقتي. جيت قلت له دلوقتي اوبشن، وجيت اديته قيمه وليكن سلكت مثلا، اختار مدينه. هنلاحظ ان هنا ظهر لي كلمه اختار مدينه اهي، ابتدت تظهر وابتدى يبقى فيه الامكانيه ان انا اختار. طب لو زودت اوبشن تاني، اوبشن ندوس انتر، خلي بالنا ان الاوبشن تاجه ليها فتحه وقفله، يعني ادي الفتحه بتاعتها وادي القفله بتاعتها. جيت هنا قلت له كايرو مثلا، وتعالوا نكرر دي كمان. قلت له جيزه. فهنلاحظ هنا ان انا عملت 3 اختيارات: اختار مدينه وكايرو وجيزه اهو. اختار مدينه وكايرو وجيزه، كده انا بعمل عمليه اختار من القايمه، يعني عندي ليست بختار منها. طب انا دلوقتي عندي حاجه شايفها قدامي اسمها فاليو. الفاليو دي بتعمل ايه؟ الفاليو دي القيمه اللي هتروح للداتابيز. الفاليو دي هي القيمه اللي هتروح للداتابيز، يعني اللي هتروح للباك اند. فانا هنا في الفرونت اند في ال HTML لازم ابقى حاططها، عشان هي دي اللي هتروح للداتابيز بعد كده. طب افرض ان انا ما حطيتهاش، يبقى الداتابيز بتاعتي هتتملي بحاجه فاضيه، بقيمه فاضيه، قيمه ملهاش، يعني خانه ملهاش قيمه، وده مش صح. فلازم ان انا اختار لها قيمه. فممكن يبقى طبعا ليها اي قيمه بقى حضرتك عايز تعملها، فممكن تعمل كايرو كده، وهنا جيزه، او تعالوا نخليها نعملها باختصار مثلا كايرو كده وجيزه كده. نخلي بالنا بقى ان الفاليو دي مش بتظهر هنا خالص.
اللي ظاهر مين؟ القيمه اللي مكتوبه دي، كايرو وجيزه، دول اللي هم الاثنين اللي مكتوبين. لكن القيمه اللي مكتوبه جوه الفاليو دي مش بتظهر معايا في الفرونت اند، دي اللي بتروح للباك اند وبتروح للداتابيس بتاعتي عشان ابدا اعمل عليها معالجه. طيب لو عملتها فاضيه، سبتها فاضيه، كده معنى كده ان مفيش داتا هتروح معايا للباك اند ولا للداتابيس. طب انا ممكن اعمل حاجه مهمه جدا كمان في السلكت دي، ان انا ممكن اجي اقول له كده سيلكتد. سيلكتد دي هنلاحظ ان القيمه اللي طالعه بشكل افتراضي هي كلمه كايرو. طب لو انا خدت سيلكتد دي وحطيتها هنا، هنلاحظ ان القيمه الافتراضيه اللي بقت طالعه معايا كلمه جيزه. فكده القيمه دي جيت حطيتها هنا سيلكتد، هنلاحظ ان القيمه الافتراضيه بقت كلمه اختار مدينه. فناخد بالنا كويس جدا من كلمه سيلكتد دي. سيلكتد معناها القيمه اللي انا عايزها تظهر بشكل افتراضي في السيلكت اريا بتاعتي. فدول حاجتين جدا مهمين جدا، التكست اريا والسيلكت فاليو. المحاضره الجايه هنتابع الفورم ان شاء الله وهناخد حاجات جديده اكتر. سلام عليكم.